عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيدة بلقياكم من جديد اخواتي، مرحبا بكم في قناة زينب المغير. اليوم ان شاء الله كما كتلاحظوا من العنوان غادي نحضروا المربى ديال الحامض اللي كانوا عليه طلبات كثيره، وكذلك غادي نحضروا المربى ديال البرتقال. هذه هي الوقيته ديالهم، فكنتمنى ان شاء الله انكم تستغلوهم نحضروا شي حوايج اللي هي محضره في البيت. قبل ما ندوز المقادير وطريقه التحضير، ما تنساوش اخواتي الا كنتو جداد تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد كل يوم. كنتمنى لكم فرجه ممتعه. بالنسبه للمربى ديال البرتقال غادي نحتاجو كيلو ديال البرتقال، وغادي نحتاجو حبه ديال الحامض، غادي نحتاجو 700 غرام ديال السكر سنيده، وغادي نسم بواحد 2 حبات ديال الباديان. طبيعه الحال التنسيم تيبقى لكم نتوما الاختيار، كديروا اما هذاك الباديان ولا كديروا هذاك الكيس ديال الزهر، يعني ديك الساشيه ديال الزهر، كيبقى لكم نتوما الاختيار. زهرة البرتقال يعني ماشي الزهر اللي يعني اللي كتعرفوا. غادي ناخذوا هاد البرتقال، ولا سواء برتقال او لا حامض، تناخذوا واحد الليتر ديال الماء تقريبا، تنغليوه وتنفرغوه على الحامض ونفرغوه كذلك على البرتقال. كنفرغوه ليله كامله وكنخليوه يبقى لنا ليله كامله. علاش كنديروا هذه العمليه؟ باش نقصوا من المروره اللي كتكون سواء في الحامض او لا في البرتقال. هذا بالنسبه للبرتقال. كنا عندنا كيلو تاع الحامض، حامضه الباديان، و750 غرام 700 غرام عفوا ديال السكر. بالنسبه للحامض غادي نحتاجو كذلك المربى ديال الحامض، كيلو ديال الحامض تا هو درت ليه نفس الطريقه، خديت الماء غليته وخويته على الحامض وخليته ليله كامله. غادي نسمو كيس ديال السكر فاني، وغادي نحتاج معاه، انا عندي هنا كيلو، غادي نحتاج ليه لتر ديال الماء و700 غرام ديال السكر. عندي كيلو مع إترو ديال الماء ومع 700 غرام ديال السكر. ندوزو مرحله بمرحله. غادي نبداو بالمربى ديال البرتقال هو الاول. هنا كما كتلاحظوا كناخذوا البرتقال ديالنا كنقيوه كنقشروه مزيان وكنحاولوا نتخلصوا الا كانوا هاد الزوائد ديال هاد القشره البيضاء بحال هكا، تنحاولوا نزولهم لانهم هما اللي تيعطيونا المروره في المربى، سواء ديال الحامض او المندرين او لا حتى البرتقال. هنا من بعد ما هنا غادي نحتفظ بقشره 2 برتقالات. غادي نوريكم شنو غادي نديروا ليها. تنقطع هذا البرتقال بهذا الشكل هذا. الا كانت فيه العلفه كتزولوها لان حتى هي كتعطي المروره. هذا عندي كتلاحظوا ما فيهش العلفه. غادي نوضع بحال هكا. غادي نكمل انا هذا الكيلو تاع البرتقال اللي عندي نفس الطريقه. قلنا كنحتفظوا قشره 2 برتقالات. غادي نوريكم شنو غادي نديروا بهم، وغادي نستمر بنفس الطريقه بالنسبه للبرتقال اللي عندي. هنا كما كتلاحظوا من بعد ما قطعنا البرتقال، هذاك الحامض حتى هو، ديك الحبه ديال الحامضه حتى هي قطعتها، زولت لها غير العلفه كيف ما كتلاحظوا، خليتها بالقشور ديالها لكن ما درتهاش كامله. درت نقصت منها واحد الربع. هذا الربع تجهد معلقه كبيره وغادي نعصرها في الاخير. دابا غادي نحيد هذا البرتقال هذا اللي درت اللي قطعت هكا مع الحامض. غادي نضيف له 700 غرام ديال السكر سنيده، وغادي نخليه، غادي نحركه وغادي نخليه مده على الاقل، يعني على الاقل واحد 8 السوايع. هو الا بقى 24 ساعه تيكون مزيان لانه كيطلق لينا داك الماء ديالو، ما نحتاجوش نديرو فيه الماء نهائيا. بهذه الطريقه هذه غادي نغطيه ونعملوه في الثلاجه كل ساعه ونبقى نحركو. بالنسبه لدوك القشور ديال دوك 2 برتقالات اللي احتفظنا بهم، كيف ما كتلاحظوا تنزول لهم ديك القشره البيضاء اللي كتكون لداخل لانها كتعطي المروره، وغادي نقطعهم هنا كما كتلاحظوا شرائح بهذه الطريقه هذه. وغادي نغليهم في الماء، نغليهم المره الاولى ونغليهم المره كنغليهم المره الاولى، كنزول داك الماء وكنعاود ثاني نغليهم المره الثانيه. هنا كما كتلاحظوا معايا اخواتي، خديت هذاك القشور ديال البرتقال وضعتهم في كاسخول، عمرت عليهم بالماء. غادي نردهم يغلاو. مجرد ما تيغلاو تنزولهم، نزول هذاك الماء نصفيهم ونعاود ندير لهم ماء اخر ونعاود نغليهم مره ثانيه. هنا كما كتلاحظوا من بعد ما ارتاح، قلنا اقل حاجه 4 سوايع، درت فوق منه هذوك القشور ديال الحامض ديال البرتقال عفوا اللي غليتهم. دابا غادي نردوهم فوق النار على عافيه مهيله مع التحريك المستمر، يعني ما تنغفلوش عليهم، واحد 30 حتى ل 45 دقيقه. من بعد غادي نطلقوه باش نطحنوه. هنا كما كتلاحظوا من بعد ما طحنت هذاك المربى ديال البرتقال، غادي نضيف القشور ديال الحامض الليمون عفوا البرتقال اللي عسلتهم، لانني قبل ما نطحن زولتهم
باش يبقاو عاطينا يعني يجونا طريفات هكا في المربى. غادي نضيف واحد 2 حبات ولا 3 ديال الباديان، وطبيعة الحال قبل ما نطفي عليه تنضيف معلقه من عصير الحامض. غادي نردو فوق النار دابا حتى وكان يطيب مزيان. بالنسبه للحامض كناخذوا الحامض اللي عندنا، قلنا كيلو تاع الحامض تنبيتوه ليله كامله مرقد في الماء مغلي، تنجيب واحد الطنجره ديال الضغط كنوضعوا فيها الحامض كنزولوا ليه غير هاد النباتات الفوقانيه فقط. غادي نعمر عليه بإترو ديال الماء، وغادي نسد الكوكوت وغادي نخليه يطيب مده ربع ساعه. قلنا إترو ديال الماء، انا دابا عندي إترو ديال الماء. غادي نسد الطنجره ديال الضغط اللي عندي، غادي نوضعها فوق النار على عافيه مجهده. ملي كتبدا تصفر الصفاره كنحسبوا 15 دقيقه بالضبط. غادي نحيها ملي غتفوت 15 دقيقه، غادي نحيها ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا كيفاش غادي نكملوا هذا المربى هذا. هنا كما كتلاحظوا معايا اخواتي، من بعد ما قفلنا على الحامض مده مده ربع ساعه كنجبدوه نخليوه كان تيبرد شويه. الا قدرتوا تبيتوه في هذاك الماء اللي سلقناه فيه ليله كامله يكون احسن. انايا كيف ما كتلاحظوا جبدته، زولت ليه العلفه نقطعوه بحال هذا الشكل هذا قطع. غادي نجيب هنايا ها هو الحامض عندي قطعته قطع لاننا غادي نطحنوه، ما كاينلاش اننا نقطعوه رقيق. غادي نضيف ليه دابا واحد تقريبا 100 ملل ديال الماء، وغادي نضيف ليه واحد 750 غرام ديال السكر سنيده. غادي نحاول على بركه الله نخلط هاد المكونات، وغادي نوضعها فوق النار على عافيه مهيله مع التحريك المستمر. من دوز واحد 20 دقيقه غادي نطحنو ونخليه عاوتاني حتى وكان كيتعسل، ونضيف ليه كيس من السكر فاني واحد 10 دقائق قبل ما نقفل عليه. هنا كما كتلاحظوا معايا اخواتي، من بعد ما طاب المربى ديالنا، هذا كان المربى ديال الحامض كيف ما كتلاحظوا اولا الليمون يعني باللغه العربيه. هذا هو المربى ديال الحامض، كتشوفوا تيجي تماما بحال هذاك اللي تيتباع. من بعد ما طحنته، انا ما كنطحنوش كامل، انا هاد سواء ديال البرتقال اولا ديال الحامض فانا دوزتهم غير هذيك الماكينه اليدويه العاديه هي فاش كنطحن باش يبقاو في اللون ديالهم، لان ملي كنديرو في الخلاط الكهربائي تيبقاوش في اللون ديالهم. هذا كيف ما كتلاحظوا كان ديال الحامض طحنته رديته فوق النار مده واحد 10 حتى 15 دقيقه. نسمته بالسكر فاني. تيبقى لكم نتوما الاختيار، ممكن تنسموه باي حاجه بغيتو ولا كتخليوه غير هكاك لانه كيجي منسم راسو. انا ما طحنتوش بزاف كما كتلاحظوا، دوزته في الماكينه اليدويه باش يبقى هكا بحال هذاك اللي كنشريو تماما. انتما كتلاحظوا ما درنا لا بيكتين، ما درنا حتى شي حاجه، مسائل اللي هي طبيعيه ومحضره في البيت بدون مواد حافظه. بالنسبه كذلك ديال البرتقال، غير واحد الملاحظه، ملي تنزولوه من فوق النار مباشره تنخويوه في القراعي باش هكا تيبقاو مسدودين وتيتعقموا لينا. بالنسبه كذلك ديال البرتقال اللي نسمناه بالباديان، هانتوما تلاحظوا من بعد ما برد، لاحظوا معايا كيف جا. هانتوما لاحظوا معايا اخواتي، غادي نحاول هكا لاننا انا خليت فيه الطريفات، يعني خليت فيه طريفات بزاف. لاحظوا معايا تيجي تماما بحال هذاك اللي تنشريو، يعني بواحد الاثمنه اللي شويه مرتفعه وعارفين شنو حضرنا. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوا هذا المربى اللي كانوا عليه طلبات كثيره، وان شاء الله اللي عجبكم الفيديو ديروا لايك واشتركوا في القناه باش يوصلكم جديد. لكم مني اجمل تحيه، لحلقه مقبله بحول الله.